من اول يوم دخولك للاكاديميه ومن اول برايم. برايك هذا ما يخلي بعاتقك مسؤوليه كبيره؟ اكيد. اني اول شيء خليني احكي عن الناس اللي قاعده تتصل بالبرنامج، حتى الناس اللي قاعده تتصل لي من يقولوا لي كلام حلو انا ما اعرف اجاوب، يعني اني اصير احتار شنو اقول لهم، قد ما كلامهم حلو ويخلوني فعلا يعني اكون فرحانه جدا، حتى لو كانت انه اني طالعه من البدايات، بس هاي محبتهم حسستني انه اني الاولى. بس اني اريد اوضح شغله للجمهور، انه الاول والثاني والثالث واحد، لانه احنا وصلنا مرحله بعد تعب يمكن ما حد يتخيله بالدنيا كلها. فوصلنا الفاينل واني ادري يعني انه العالم تعبت وياي وصوتت لي، والمرتبه الثانيه هم تزعل بالعكس كلش حلوه، ومبروك لنصيف ومبروك لمحمد رمضان. فاني مو زعلانه وفرحانه انه اني اخذت هيك نتيجه. يعني صح كنت اتمنى الاولى كاي شخص، بس الثانيه هم تزعل. يعني ما زعلتك النتيجه؟ ابدا. بالتأكيد هذه الروح الرياضية لابد أن يكون يتميز بها الفنان أيضا، لأنه يحتاجها في مشوار حياته. رحمة، يعني حبيت أسأل مثل ما ذكرت سهل عن موضوع اللي حدث بالبرايم الأخير الفاينل، دخول الفنانة أليسا كضيفة السهرة وضيفة البرنامج. هناك حصل فشي ربما تفاجأنا عليه، كان المفروض أن تكون رحمة ومحمد رمضان ونصيف هم اللي يغنون في الفاينل، يعني هم الثلاثة المتأهلين، لكن تفاجأنا بدخول أسماء وغناها مع أليسا وعدم وجود رحمة. ما هي مو بس أسماء، حتى بدرية كانت مشاركة لها. أنا ما يعني إحنا تجينا الأغاني يوم السبت بعد البرايم، فجتنا الأغاني وبلغونا أنه الضيفة أليسا والضيف الثاني وائل كفوري. فبما أنه أنا البنت الوحيدة أكيد أنا راح أغني الأغاني أليسا كلها، غير أنه أنت إلك تابلو خاص يعني. فأنطوني الأغاني وتمرنت عليها وعادي يعني. فيوم الأربعاء بعد ما نزلنا سوينا الريهرسل كله يعني، طلع لي أستاذ ميشيل فاضل قال لي رحمة الست أليسا رافضة تغني معك. ليش؟ قال لي لأنه قلدتيها بصف المسرح. فأنت عارفة يعني إحنا في ستار أكاديمي كنا المطلوب منا نسويه دون اعتراض ودون تردد مهما كان. فهم يعرفوني انه انا اعرف اقلد هوايه، يعني تميزت بهذا الشيء بالاكاديمي. اكيد روح انا ورثت نفسي مميزه. تسلمين. وقلدت، ما قلدت بس اليسا، قلدت فنانين هوايه، وانا قلتها يعني من قبل. انا ما قلد الا الفنانين المميزين. انا عندي اليسا كانت من الفنانين اللي كلش احبهم واسمع لهم، وغنيت لها غنيت لها بالبرايم. فأنا طبعا أول شيء ما صدقت، لأنه يعني آخر برايم ومستحيل يعني هيك يصير بآخر برايم. فماكو، انتظرنا ليوم قالوا راح نحاول بالموضوع ونحكي وياها وكذا وما أدري شنو. ثاني يوم انتظرنا وصارت بروفات. ما تمرنت أنا على أغاني إليسا ولا سوينا بروفات على أغاني إليسا، لأنه إحنا يوم الخميس نتدرب على الأغاني كأنه يوم البرايم، كأنه اليوم يعني. فاجى يوم الجمعة فاجأت بوجود أسماء وبدرية بدالي، يعني هم يغنون، لأنه قالوا إنه ماكو أحد يغني مع أليسا شو تغني بوحدها يعني على المسرح، راضية تغني وياك. إيه. قالوا لي اطلعي تمرني بلكي توافق. قلت لهم أنا ما انتظر رحمة أليسا توافق أغني وياها أو لا، أنا هسه ما راح أوافق إني أغني وياها، لأنه أنا ما انتظر رحمة أحد، خصوصا يعني إنه أنا ما غلطت، أنا مثلت بصف مسرح. نعم. أوكي. وأنا قلتها من زمان، أنا شد المعجبين بها، بس هذا يعني أنا انصدمت بالحركة وما أعرف يعني شي راجع لها. أعتقد هذا الشيء يعني حسب رأيي أنا أعتقد ضرها هواية. أكيد. لأنه الفنان لازم يكون عنده روح رياضية. يعني إحنا بالأكاديمي كنا نقلد على بعض، كنا ما خلينا واحد ما قلدنا عليه، هذا كان المفروض زعل يعني. وقبلها هي طلع باسم مفغالي، طبعا باسم مفغالي من أشهر المقلدين بالوطن العربي، وطلع قلد إليسا يمكن طريقة يمكن غلط أكثر مني، وتقبلتها بروح رياضية هي.
فأني صراحة ما يهمني إذا غنيت وياها أو لا، أنا قلتها من قبل، أني غنيت ويا فنانين أكبر من إليسا. طيب كيف تقارنين موقف أليسا وموقف الفنانة يارا؟ فرق كبير. يعني غير يارا، يعني يارا أول شيء فنانة راقية جدا، يعني مع احترام إليسا، إليسا نفس الشيء يعني فنانة بعد راقية، بس أنا صدمت من الحركة بس. يعني يارا غير شكل، يعني يارا كانت حتى هي وأنا قاعدة أغنيها قاعدة تعطيني الفرصة الأكبر إني أغني، وكان واضح ملامح الإعجاب بصوتك. حتى الفنانة أصالة أوجه لها تحية نفس الشيء، أصالة أشادت بصوتي بشكل جميل، حتى فرحني هذا الشيء. وأصالة يعني أنا كنت متوقعة إنه راح أشوف أصالة الفنانة اللي دائما يقولون عصبية وشايفة نفسها، ماكو فنانة متواضعة أكثر منها، ماكو فنانة تحب، يعني حتى إنه أكو مقطع كان المفروض هي الوحيدة اللي تخلص بيه الأغنية، قالت لا أريد رحمة وبدرية يخلصون هاي الأغنية حتى تكون مجموعة مدام إحنا واقفين. أكيد يعني احنا شاهدنا المشوار، لكن معجبيك وتحديدا على الفيسبوك كانوا معجبين جدا بموقف يارا منك، وقارنوا بموقف أليسا، حيث انه يارا من بعد حتى الابراهيم مدحت بصوتك وتوقعت لك مستقبل جدا جميل. راح ناخذ اتصالات، ينتظرونا. داليا من اربيل، الو صباح الخير. انقطع ويا داليا مسكينه، انتظرت ويانا. ننتقل الى بغداد وابراهيم، الو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح النور ومية هلا بيك، تفضل اسمعك. طبعا انا احب اهدي ورده لقناه الفيحاء حول استضافتها ودعمها نجمة ستار اكاديمي. شكرا لك. اللي ما نقول متوفي، رياض احمد. تسلم. ونحب نقول لها يعني الرحمه، انه انت فايزه، مو انه يكون في بيض، انت عراقيه ابنه رياض احمد. اكيد. فانت ما ممكن ولا انه تزعلين ولا اي شيء يريد يصير، ولا يظل بخاطرك يعني انه اليسا او غير اليسا، يعني انه لازم. انت غنيتي مع ارقى الفنانين الرومانسيين اللي هو هيثم يوسف يعني. اكيد. واحب اقول لك شيء، يعني احنا طبعا موظفين، عندنا واحد من الموظفين اللي هو راتبه $300، تعرفين ايش سوى من اجلك؟ لزم اشترى كارتات على مود انه يصوت، يقول انا بدي اروح اصوت الرحمه ابنه رياض احمد، وخلص كل راتبه على مودك انه. والله يستحي طبعا يحكي هسه يرقص قدامي لان يشوفك. فانت يعني خلي ببالك انه انت ستار اكاديمي العراق وليس لبنان، انت في العراق. تسلم. اكيد. ونشكر الفيحاء، طبعا الفيحاء السباقه. شكرا. وبارك الله بيها على هذا الاجراء اللي صار. شكرا لك. ونتمنى له تعيدينا مال واجب للمرحوم رياض احمد، الله يخليك تعيديها لانه حتى عيوننا دمعت. ان شاء الله. ان شاء الله خلال الوقت والمشوار القادم راح تلبي طلباتكم رحم، وراح نتعبك اليوم ويانا. لا اكيد. وانت يعني من خلال سفر من بيروت الى اربيل ومن ثم الى السليمانيه. راح ناخذ اتصال اخر. زهراء، الو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح النور ومية هلا بيك. ممكن احكي احنا؟ ممكن، رحمة وياكم. الو. هلا زهراء. رحمة حياتي. حبيبتي انا من اسد معجبيك، انا اللي ديالا صوتت لك ما تتخيلين شلون. يا قلبي انتي شكرا يا عمري. وانا من المنتديات الرسمي ومن جروبك على الفيسبوك. حياتي انتي يا زهراء، تسلمين يا قلبي. واحنا نموت عليك. أنا هم أحبكم هواية، خصوصا اللي بالمنتدى والفانز كله. أنتوا أحلى فانز بالدنيا وأروع فانز، وكنتوا من أكثر الفانز المشجعين يعني فعلا والله. حبي رحمة لا تتكلمين في أي شيء، أنت حتى لو مش تستاذ يا حبيبتي أنا أعرف هذا الشيء، تسلمين يا قلبي يا زهراء. إن شاء الله أتواصل لا تتصل فيك على أحمد. إن شاء الله. وأهلي كلهم يحبوك يسلمون عليك. وأنا هم أحبهم مسلمين عليهم هواية. تسلمين حبيبتي، تسلمين على نعوم. إن شاء الله. صاروا يعرفون العائلة كلها طبعا. كل العائلة. شكرا لك زهراء. وويانا اتصال آخر. ألو صباح الخير. أزهار من بعقوبة، ألو صباح الخير. مية هلا بيك. صباح الخير. أهلا صباح وسهلا. النور. شلونك رحمة؟ هلا حبيبتي. شلون صحتك؟ هلا يا قلبي، الحمد لله تمام. حبيبتي انت نجمة ستار العراق، لا تديري بالك كل شيء. يا قلبي تسلمين. أكيد. بمجرد وصول سن 3 نهائي تعتبر نجمة. أكيد طبعا.
ومحبتكم أنا يا يا احمد جماعة. الله يرحمه. تسلمين حبيبتي، الله يرحمه. وعندنا من اغانيك الحلوه وترضينا يا حلوه. ان شاء الله. عيونك الحلوة. حبيبتي قلبي الله يخليك. تسلمين يا شكرا عمري. لك أزهار من بعقوبة. ويانا اتصال آخر.